والله انا مش عارف الفيديو ده هيوصل لحد ولا لا. انا من ساعه ما عملت فيديو عن اخواتنا الدنيا باظت خالص عندي في القناه. معلش مستعجل على الفيديو. باظ عندي في القناه. حتى لما عملت ستوري عن حاجه عاديه جدا ومقالب اطفال في اطفال، ستوري ما جابش مشاهده واحده بقاله يوم واتمسح لي فيديو. ما كنتش اعرف ان ما اعرفش ان اي حد هيتكلم في الحوار ده سواء مشهور او لا هيحصل معاه كده. لكن واضح ان هم عاملين حسابهم واحتسابهم في كل حاجة، ولكن لهم من الله ما يستحق، لهم من الله ما يستحق. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يجيب لنا حق الناس دي. ربنا يورينا عقابه ليهم واحنا عايشين بإذن الله. ان شاء الله ربنا هينصر اخواتنا وربنا هيجيب حق اخواتنا بإذن الله. ولكن قبل ما نخش في موضوع منتخب مصر والجزائر، عاوز اقول حاجة. انا مش مجمع معلوماتها قوي، ولكن على حد علمي وعلى حد معرفتي الناس البسيطة اللي مثلا بتسأل هو ليه ربنا شايف كل ده وما عملش حاجة، او ليه ربنا شايف كل الظلم ده وما رفعش الظلم، هقول لك لو كل حاجة هنسيبها على ربنا، طب انت دورك ايه؟ في جنة وفي نار وفي آخرة وفي حساب، وكل ده هيتحاسب. انت بقى دورك ايه؟ انت عملت ايه عشان ربنا يساعدك؟ في غزوة بدر لما في بعض الملائكة نزلت تحارب مع المسلمين عشان الناس دي تعبت، الناس دي عملت، فلازم ربنا يساعدهم ويكافئهم. انت عملت ايه؟ انت غيرت من نفسك؟ ما غيرتش من نفسك. عشان كده لهم من عليهم لهم من الله ما يستحقوا. وربنا ان شاء الله يجيب حق الناس دي. ولكن اعتقد المواقف اللي بتحصل دي هي اللي بتخلينا نقف جنب بعض من تاني، وهي اللي بتوحد صفوفنا تاني. وان شاء الله ومش عارف بقى الكلمتين دولت كمان هيبوظوا قناه ما بايظه. هو كده القناه عندي اصلا بقت صفر تقريبا. في فيديو اتمسح وفي ستوري، حتى الستوري مش عارف تجيب مشاهدات. يلا نخش على المباراة على طول. مباراة مصر ومنتخب الجزائر، مباراة ودية في الدولة المقرفة، الدولة المعفنة من وجهة نظري، الدولة اللي كانت أكثر يعني منبطحة، أكثر انبطاح شفتها في حياتي في تاريخ العرب. الإمارات اللي شفناها في الجزائر من كام يوم لما بيلعبوا قبل المباراة ونزلوا بالأعلام إخواتنا، قلنا بس يبقى منتخب مصر كملها وما عملش حاجة ولا شفنا أعلام ولا حاجة منتخب مصر. ولكن اللي حصل النهاردة أكد لنا إن منتخب مصر بجماهير مصر هي اتمنعت زيهم زي بتوع الجزائر النهاردة إن يبقى في أي حاجة تخص إخواتنا. ولكن المباراة كانت قوية جدا، والمباراة بصراحة فاجأتني جدا. منتخب مصر عمل مباراة عظيمة جدا عكس المتوقع. ولكن هو ده الجيل ده لازم يديك ماتش، يديك أمل، وفي نفس الوقت ممكن الماتش اللي جاي يمحيه تاني. هو واضح ان الجيل ده هيلعب حلو قدام المنتخبات القوية، ولكن المنتخبات العادية والمتوسطة والصغيرة بدل ما ينزل يديها 2 3 4 لا هيكسب 1-0 بالعافية او 2-0. ده اللي حصل مع زامبيا وكسبنا 1-0 اخر دقيقة بجول حمدي فتحي. وده اللي حصل النهارده مع الجزائر المنتخب القوي اللي حتى الاحتياطي بعض الناس الاحتياطي لعب في الشوط الاول بتلعب في اندية كبيرة في اوروبا. عملنا جيم عالي جدا وجيم قوي جدا. التشكيلة كانت قوية، ولكن يعني ألف به كده، يعني ايه على طول كده ألف به. هو ليه فتوح ما بيلعبش أساسي على محمد حمدي؟ ايه اللي موجود في محمد حمدي مش موجود في فتوح؟ حاجة التانية بالنسبة لعمر كمال ومحمد هاني، محمد هاني مستواه الفترة الأخيرة بقى عالي جدا وبقى كويس جدا عن الفترات قبل كده. ولكن الحقيقة عن الحق عمر كمال يستحق ان يكون اساسي طبعا على محمد هاني. انا نفسي محمد هاني ياخد فرصته ونفسي يبقى اقوى، والمنافسات اللي بيلعبها مع منتخب مصر هتخليه اعنف واقوى شويه. ولكن عمر كمال عنده حلول كتير اكتر من محمد هاني في منتخب مصر. والطرد مش طرد، هو تدخل غبي، وانا اعذر الحكم ان هو اداله طرد، لكن هو ما لمس وشه او ما خبطش في وشه، ولكن الكرة طرد. وقلنا بس الماتش هيتقلب بعد فرصتين 3 اتعملت من محمد صلاح في العارضة، كورة شبه لوب كده فكرتنا
بجون ميسي في ريال بيتيس لما على الخط ال 18 وعملها لوب، وكانت حلوه قوي بصراحه. وتصويبه تريزيجيه وانفراد مصطفى محمد. شكل منتخب مصر كان قوي وكان حلو. نص الملعب محمد النني وحمدي فتحي وزيزو، تحس ان كان في حاجه ناقصه في حته النني وحمدي فتحي. تحس ان الاتنين بيعملوا نفس الادوار، الاتنين كانوا كويسين، ولكن تحس ان الاتنين شبه بعض في الملعب، مش شايف اختلاف بينهم. ساعات بنشوف حمدي فتحي هو اللي بيدافع اكتر من نني، ولكن في حاجه ناقصه دي انا حاسسها. يمكن لما يرجع امام عاشور من الاصابه يبقى هو الثلاثي بتاعهم، ويمكن كمان اكرم توفيق لو اتوظف في نص الملعب. اعتقد اكرم توفيق يلعب على اي حد في نص الملعب لو رجع لمستواه، القوه وقطع الكرات من غير فاولات، وكمان بيعرف يتحكم في الكوره شويه، ويعرف يجري بيها او يعدي بيها من واحد على واحد. اعتقد مع الوقت الوفره او المشكله اللي احنا شايفينها في نص الملعب هتبقى محلوله. اما الدفاع انا مستغرب برضو علي جبر يلعب اساسي ازاي في غياب حجازي، لو في بره ياسر ابراهيم مش عارف. اعتقد ياسر ابراهيم اقدر بكتير جدا من علي جبر. اعتقد كمان اسامه جلال لو رجع لمستواه ممكن ياخد فرصه، غير طبعا الونش ربنا يرجعه بالسلامه، اللي اعتقد هو حاجز مكان بين الثلاثي حجازي وعبد المنعم والونش. اعتقد ان الثلاثي دولت لو الثلاثه موجودين من غير اصابات هم يلعبوا ويبدلوا على بعض، ومجرد ياسر ابراهيم او علي جبر واحد منهم بس يكون موجود. ولكن طالما اتكلمنا على الدفاع، وانا عارف ان انا عمال اقطع في الفيديو النهارده، بس بصراحه الواحد ملوش نفسي يصور. انا مكسوف من نفسي وانا بصور دلوقتي، ولكن بصور لحاجه في دماغي اتمنى اشوف نتيجتها ايه. محمد عبد المنعم بيثبت يوم عن يوم ان هو اعلى مدافع في مصر، مش دلوقتي، لا في اخر 10 سنين مفيش مدافع بالكواليتي ده احنا شفناه في مصر الفتره الاخيره. وائل جمعه الكابتن التاريخي للنادي الاهلي هو وشادي محمد والناس دي كلها، كان مشهور ان هو بيقطع ويباص على طول. شادي محمد كان مشهور بيقطع وعضول الطوليه على طول. المدافعين الكبار كان يعتبر احرف واحد فيهم هاني سعيد اللي كان ساعات بيلعب ليبرو، كان يعتبر هو احرف واحد هاني سعيد اللي ماسك دلوقتي مدير الكوره في بيراميدز. لكن محمد عبد المنعم عنده مليون حاجه بيعرف يديها لك في الدفاع، بيعرف يتوقع صح، بيعرف يقطع صح، ذكي جدا، قوي جدا، سريع جدا، مهاري، وبيعرف يلعب لقدام. محمد عبد المنعم اعتقد انت عرفت لو انت حاولت توظفه كمان في نص الملعب هاف ديفندر والكلام ده برضه هيديلك. فانت معاك كواليتي مدافع عاليه جدا مع احمد حجازي والونش، اعتقد انت مطمن دفاعيا. ولكن فتوح، عشان في ناس تقول لك ايه ما هو دفاعيا ملط، لا هو دفاعيا مش ملط. فتوح في بطوله افريقيا الاخيره في الكاميرون اثبت هو وامام عاشور ان هم يعرفوا يلعبوا تحت اي ضغط. امام عاشور لما مش عارف كان بره عمر كمال عبد الواحد تقريبا ولا مين، وخلى كيروش يلعبوا باك يمين، انا استغربت. كان ساعتها مش عارف قدام ماتش السنغال ولا الكاميرون. طب ازاي امام هيلعب باك يمين؟ طب امام ده نايتي، امام ده خفيف يعني. ولكن اللي شفناه من امام في البطوله دي في اخر ماتشين يلعب باك يمين، وكان قوي وكان عنيف وكان قد ان هو يقف في الجبهه دي، احترمته جدا. بعيدا عن الاهلي والزمالك عشان مش وقت الاهلي والزمالك خالص. فامام عاشور زي وزي فتوح لعيبه مهاريه، لعيبه هجوميه، ولكن فتوح اثبت في المنتخب انه دفاعيا قوي. مش لازم يكون خارق، ولكن المنظومه الدفاعيه اللي بيبقى فيها فتوح بيبقى ناجح فيها لو المنظومه ناجحه. يعني عبد المنعم وحجازي، ولا الونش وعبد المنعم، ولا الونش وحجازي موجودين وجنبهم عمر كمال عبد الواحد وجنبه فتوح، لا في تقل، في منظومه في الدفاع تقدر تثق فيها. خصوصا ان قدامهم هيبقى في النني او حمدي فتحي او طارق حامد او اكرم توفيق او امام عاشور، فانت العمق قوي والاطراف هيساعدها نص الملعب. الهجوم ده المتوقع تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد صلاح، وكان محمد صلاح وزيزو بيبدلوا مع بعض كتير في الجبهه اليمين ونص الملعب والعمق والكلام ده. منتخب مصر فاجئنا وعمل مباراه قويه جدا، ضيع 3 فرص. الجزائر ما كانش ليه هجمه مع يعني واخده بالها هجمه قويه او معروفه او اتقال انها هجمه الا في الدقيقه 70 تقريبا.
مرموش، وانا مشكلتي مع مرموش ان هو زيه زي محمد صلاح. مرموش الراجل لعب ماتش حلو بتاع ليبيا، ومن ساعتها ما شفناش مرموش تاني، وما شفناش نص مستوى مرموش في ماتش ليبيا ده. مرموش وينج قد يكون كويس جدا، قد يكون مفيد، ولكن في منظومة المنتخب مرموش مش موجود. مرموش مش حلو، مش عشان ضيع انفراد وجيت علينا بتعادل، لا، بس مرموش مش قوي، مرموش مش في اضافه. يعني تريزيجيه احنا عارفين اوله من اخره، وعارفين ان تريزيجيه هيقعد يحنكش يحنكش، بس ممكن تيجي كوره حنكشته دي بيرخم على الباك اللي ماسكه، فممكن فتوح يجي من وراه او من نص ملعب زيزو او كذا. فتريزيجيه في حنكشه بيعملها في حاجه، انت عارف ان هو عارف انت بتعمل حاجه، هو بيحنكش، بس انت مش عارف. تريزيجيه هيقطم لبره ويركن او هيشوط، عارف امكانيات تريزيجيه، لكن مرموش انت مش فاهم هو عاوز ايه، او انت مش فاهم هو بيلعب ايه، او ايه الاضافه اللي ممكن يضيفها. حسين الشحات احسن من مرموش كتير الفتره دي. زيزو لو لعب وينج مكان مرموش هيبقى مفيد اكتر من مرموش. عندك زيزو وعندك حسين الشحات، الاتنين يقدروا يحلوا محل مرموش. دي وجهه نظري. محمد صلاح عمل مباراه قويه جدا النهارده. محمد صلاح النهارده كان بيرجع كتير ويقطع كذا كوره، وتحس ان هو كان عاوز يعمل حاجه، بس انا مش عارف هل مجهودك النهارده ده رد على اللي انت ما عملتوش؟ طب انت كتر خيرك واتبرعت، بس في اوقات زي ما كذا حد قال مش محتاج التبرع على قد محتاج الكلمه. مش هنتكلم في الحته دي كتير، عشان اعتقد مصر كلها هرست الموضوع ده، واعتقد ان مفيش حد عاقل ممكن يطلع يدافع عن صلاح في موقف زي ده. انا لحد اخر لحظه كنت بدافع عن صلاح، لحد اخر موقف كنت بدافع عن صلاح. اي حد كان بيسفه من صلاح ان هو بره الكوره ولا حاجه كنت بتضايق وممكن اخش في نقاشات، ولكن صلاح الموقف ده هو غزل خزل مش عايز تطلع حتى الكلمه تطلع، خزل المؤيد ليه قبل المعارض ليه. ولكن عامل ماتش قوي جدا النهارده. زيزو قبل ما يطلع كان عامل مجهود، ما كان الكوره بتطول في رجليه كتير في نص الملعب، ولكن كان عامل مجهود وكان بيتحرك كتير. وزي زيزو انت بتحتاجه في المباراه، حتى لو ما عملش حاجه مؤثره بتحتاجه عشان تحركاته الكتير تتعب الراجل اللي بيبقى ماسكه في نص الملعب. الشوط الثاني طبيعي الجزائر كانت هي هتبقى اقوى، ولكن اتفاجئنا ان مصر هي اللي صامده. فيتوريا عارف يتحكم في الفريق. حمدي فتحي جاب جون تاني مباراة على التوالي. حمدي فتحي مشهور طول عمره باهدافه وان هو بيزيد ويجيب اجوان بدماغه. الجون التاني ده كان سهل اللي هو جابه، ولكن الجون اللي جابه في زامبيا ده ما اعتقدش ان في 3/4 مهاجمين الدوري المصري ممكن يجيبوه. ودي ميزه بيمتلكها حمدي فتحي، ودي ميزه مش موجوده في نص الملعب بتاع منتخب مصر اصلا، اللي كل اللي موجودين النهارده سواء اساسي او احتياطي. فالناس اللي بتقلل من حمدي فتحي لمجرد التقليل من حمدي فتحي انا مش محتاج ارد عليهم. هو راجل بيرد على نفسه، هو راجل بيرد عليهم. هو راجل من هدافين منتخب مصر اصلا في فتره فيتوريا تقريبا على ما اعتقد، حتى ايام كيروش جاب كذا جون في نفس الهجمه، بيزيد وبيعرف يجيب جون بدماغه. فانا مش محتاج اقعد اجادل واقول لك اصل ده وطارق حامد ومش طارق حامد. طارق حامد راجل حتى لو قوي، وحتى لو راجل حاليا 35 سنه، عمره ما هيعرف يديك زي حمدي فتحي دلوقتي. وكده كده المكان ده احتمال كبير يكون محجوز اصلا لامام عاشور جنب النني، علشان يبقى احمد سيد زيزو يبقى قدام. او الله اعلم بقى فيتوريا بيفكر في ايه. كل التعادل يجي في اخر 5 دقايق دي حاجه مش وحشه، بعد انفراد مرموش اللي ضاع بطريقه غريبه. بترتد الكوره عشان ترتفع، وياسر ابراهيم تمركزه غلط عشان المهاجم يسبقه يجيب جون التعادل ويخلص مباراه 1-1 في مباراه كان من ضمن نجوم محمد الشناوي اللي شايفه الفتره دي راجع لمستوى بتاع 2020 و2021 اللي كان في اعلى فورمه ليه. فدي حاجه حلوه لينا كاهلاويه ولمنتخب مصر طبعا، ان الحارس بتاعك انت يعني مطمن لو في حاجه خطره موجود، عكس بعض الحراس التانية اللي انت تخاف ان تبقى موجوده حتى لو منظومه قويه. الحضري قعد فتره كبيره المهاجم اللي يعدي من الدفاع اصلا بتاع اهلي ومصر، يا لهوي عديت بالدفاع. الحضري كان ساعات بيصد بالسمعه من كتر ما هو اسطوره وتاريخ وقوي، كان ساعات بيصد بالسمعه. اعتقد ان الشناوي مش هقول لك وصل للمستوى الحضري والكلام ده، لكن هقول لك ان الشناوي وصل للسمعه دي، ان هو حارس تقيل قوي،
انك كمهاجم بتفكر مره واتنين ازاي هتجيب جون في الشناوي. ولكن مشكله الشناوي ان في فترات بيقع فيها، وفي فترات بتحس ان مدافع ان محارس ما ينفعش يبقى حارس بديل للنادي الاهلي. هو غريب، ولكن لما بيركز بيبقى احسن حارس في مصر، دي ما فيهاش جدال كده كده. وفي فرق كبير اصلا بينه وبين اي حارس موجود في الساحه في مصر دلوقتي. مباراه كويسه ومباراه قويه جدا لمنتخب مصر، مبروك لمنتخب مصر. اتمنى عشان دي مشكله، اتمنى من ايام كيروش نطلع ونستفيد بالكلام ده في بعد كده، مش مجرد ماتش قوي عملناه وخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش قبل ما اقفل انا اسف، قطعت كتير في الفيديو، ولكن بجد انا مش عارف اتكلم والموضوع صعب جدا. انا حاسس ان انا بعت القضية عشان نزلت عملت فيديو دلوقتي. حتى الفيديوهين اللي انا عملتهم غيرت اساميهم عنوانهم يمكن يفكوهم مني شويه. انا مش عارف جيني واحد اصلا بيجي له 70 مشاهده بالعافيه مش فاهم انا يعني. ده انا اخر 70 80 مشاهده، انا جات لي 100 مشاهده بقع من طين من كتر الفرحه. فمش عارف يعني. بس كان معكم احمد عادل. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. ويا رب ربنا ينصر اخواتنا ويقف معاهم ويكونوا دايما في افضل حال. المناظر صعبه قوي يا جدعان، والصور صعبة جدا اللي بنشوفها، فما بالك بالحقيقة. سلام.